ليست السعادة بالكنوز والأموال، إنما هي بالرضا والقناعة وراحة البال. كن كما أنت وارضى بما قسمه الله لك. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. اهلا بيكم في قناتي، قناة بيتك منور مع سما. ويا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك، اللي اول مرة بيشوف القناة فعلوا بقى الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. وبرضو ما تنسوش ابويا بالرحمة والمغفرة والاموات المسلمين اجمعين. يلا نبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو النهاردة جميل جدا وأكلتنا بسيطة قوي قوي. وبصراحة أنا بداية كده من 20 في الشهر ببدأ بها الأكلات الاقتصادية، والله بتبقى كلها أكلات حلوة وطعمة ولذيذة جدا. يلا بقى النهاردة نعمل صينية المسقعة للمبتدئين، للبنات الصغيرين. زي ما شفتي كده يا حبيبتي، أنا النهاردة هعمل المسقعة، يعني بتنجان وشوية فلفل أخضر وكم فص توم متقشرين. ملكيش دعوة بالكوسة خالص، ملهاش علاقة بالمسقعة دي، حكايتها حاجة تانية خالص هقولكوا عليها. وطبعا ما تنسيش تضربي حوالي نص كيلو كده طماطم في الخلاط. تمام كده، ديت كل محتويات صينية المسقعة بتاعتنا. يلا نبدأها بقى. هتاخدي كام فص توم دول تحطيهم في الهون وتدقيهم مع شوية ملح وشوية كمون، وتقومي جايبة طاسة على النار وحاطة شوية زيت وشوية التوم اللي انتي ضربتيهم. خدي كده نصهم، انزلي بيه على الزيت المقدوح. اول كده ما يبدأ يصفر معاكي زي ما شفتي كده، تنزلي بالطماطم المضروبة في الخلاط. خلاص كده، وتقلبي وتسيبيها بقى ايه، غطيها وتسيبيها تتسبك براحتها. تيجي بقى على البتنجان زي ما شفتي كده، قشطة وزي الفل، مش مبذر خالص. انا كنت مقشراهم جاهزة بس على التقطيع، وقطعته طبعا. وانتي بتقطعي لو لقيتي حاجة كده ملهاش لازمة طبعا بتشيليها وترميها. بصوا ما شاء الله تبارك الله، قلب من جوه زي القشطه. خلاص، الخطوه بقى اللي بعد كده، ودي مهمه جدا جدا للبتنجان عشان ما يسمرش معاكي، وكمان علشان ما يشربش زيت كتير. بتجيبي كده زي مثلا بولة كده غويطة، شوية مية وشوية ملح، وتقومي حاطة البتنجان فيها بس كده. وبعد كده حوالي 5 دقايق، وبعد كده تجيبي بقى طاسة فيها شوية زيت مقدوحين او الزيت سخن يعني. وتبدأي بقى تنزلي بالبتنجان بتاعك وتقلبيه لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل قوي ده. طبعا انا بقول مساعدة دي للمبتدئين، انا عندي طريقة قلي البتنجان تانية، بس البنات بقى اللي لسه بادئينها مش هيعرفوا يقلوا تمام يعني. فانا بادئه معاكم بالطريقه السهله، وبعد كده هقول لكم او هسيب لكم اللينك بتاع آلية البتنجان بطريقه بنقطتين زيت بس. طيب الكوسه دي بقى ايه حكايتها؟ قلت لنا انتي. بصراحه يا جماعه، طريقه الكوسه المقليه دي انا بحبها جدا. دي كانت اكله ابويا المفضله، كان هو الله يرحمه ويسامحه، هو اللي دايما كان يقول لي الكوسه المقليه زي البطاطس المقليه حلوه قوي وطعمها جميل، جربيها هتحبيها. بصراحه لما دقتها وجربتها عجبتني جدا، وبقت مزاج عندي. والله بقت مزاج عندي زي البطاطس بالظبط. اقوم اقشرها واقطعها بالطريقه ديت زي هو ما كان يا حبيبي بيحبها، وقوم جايه قليها. طبعا كنت مفروض ابدا بيها قبل البتنجان، بس صراحه بدات بالبتنجان، بس قلت مش مشكله يعني، الزيت كان لسه نضيف كده وحلو. بصوا الجمال والله، ومش عايزه اقول لكم على طعمها كان حلو قد ايه، ومسكر قد ايه. انا كل حاجه بابا كان بيحبها وكان يروح محببني فيها، انا بموت فيها وبحب اعملها باستمرار. كده انا قليت البتنجان، وطبعا كنت قلي الفلفل بقى بعد الكوسه، وقليت الكوسه كمان. يلا نعمل بقى صينيه المسقعه. احنا كده حضرنا كل حاجه، عملنا تسبيكة المسقعة. تسبيكة المسقعة بالثوم بس يا حبايبي، وقلينا البتنجان، وجبنا بقى صينيتنا ورصينا كده البتنجان بتاعنا بطريقة حلوة. وكمان الفلفل بتاعنا الأخضر قطعناه زي ما انتوا شايفين كده أحجام صغيرة، وقمت جاية برضو قلياه كده في الزيت، يعني حوالي 3/4 قلية كده، وما استواش خالص يعني لانه هيكمل سواه مع صينية المسقعة. ورشيت كده رشة ملح كده بسيطة، لان انا كمان كنت مملحة التوم اللي طبعا مسبكة بيه. خلاص. وبعد كده قمت جاية حاطة بقى الفلفل الاخضر المتقطع المقلي الجميل ده، وسبت شوية كده بتنجان مقليين، هعمل لهم خلطة حلوة جدا وسهلة جدا هتعجبكم. الاهم من الاكل هو يعني ترتيب الاكل، تنظيم الاكل. الاكل اهم حاجه فيه انك تعمليه بنفس عشان تقدميه بشكل احلى. بص بقى، وبعد كده خلاص كانت اتسبكت
الصلصة بتاعت المسقعة، وقمت جاية حطاها كده على البتنجان في الصينية، وزودت كده شوية مية مكان ايه التسبيكة في الطاسة، ورشيت رشة ملح كمان، بس كده. لا وما حطيتش بقى طبعا هريسة شطة لان طبعا الفلفل كان حامي. خلاص كده دخلتها بقى الفرن تاخد التشميعة الأخيرة وتغلي غلوتين مع بعض. جيت بقى في البتنجان اللي كان مقلي اللي فاضل، حطيته كده في طبق حلو كده. طبعا ده بقى ايه طبق التقديم على الاكل، فلازم يبقى شكله حلو جميل ويفتح النفس. هعمل بقى كده بولة صغيرة الخلطة الجميلة العظيمة اللي خلتنا ننسف البتنجان والله على الاكل ما رجع ولا واحدة فيه، بألف هنا على قلوبنا. جبت بقى ايه معلقتين هريسة شطة كبار، عليهم طبعا بقية الثوم المهروس اللي انا كنت شايلاه، يعني حوالي ايه 3 فصوص كده، إيه حجم متوسط، هرساهم بالملح والكمون، وطبعا عصرة نص ليمونة. محطتش ملح تاني لان هرست الشطة برضو مملح. وقمت جاية بقى نازلة على البتنجان بتاعي بالمنظر ده، والله كان عايزة اقول لكم على طعمه تسيب اللحمة وتاكليه. الاكل ده بيأكل جدا 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 وبيفتح النفس، هو اصلا من مقبلات اي سفرة، فما بالكم بقى انتوا لو عملتوه اطباق رئيسية في يوم بقى كده في الشهر. يعني عايزة اقول لكم بيأكل قوي. بالنسبة بقى للكوسة القمر ديت، رشة ملح ورشة كمون ورشة بابريكا، بس كده بس كده. ودوقي بقى الجمال والطعام على الاكل، برضو اتنسفت على الاكل. انا بحبها جدا، حببت ولادي فيها، وكل ما اعملها ابعت لك يا ابويا الرحمة لانك حببتني في حاجات حلوة كتيرة جدا جدا، ذوقك كان حلو فيها. بعد كده قطعت بقى شوية خضرة لزوم السلطة، وقلت اراجرش بقى الطبقين الحلوين اللي جازوا معايا دول طبعا عشان افتح نفسهم. وزي ما بقول لكم في كل فيديو، الاهم من انك تعملي الاكل طريقة تقديمك للأكل، فده طبعا بيفرق كتير جدا. السفرة النهاردة كانت جميلة جدا وكانت تفتح النفس وكلها ألوانات كده حلوة. طلعت بقى الصينية القمر بتاعتي دي من الفرن، وبصوا بقى الشكل الجميل والله، واتسبكت بقى تاني مع البتنجان وخدت التشميعة الأخيرة في الفرن. أي حاجة تدخليها الفرن بيبقى لها طعم ومذاق مختلف. بص بقى الجمال، الله اكبر اللهم بارك، نعيشه ونعمله لولادنا ولبيوتنا يا حبايبي. بصوا بقى الجمال، مش لازم بقى طبعا نكلف فراخ بقى ولحمه وسمك وكل ده حلو بنجيبوه، بس ليه اوقات وطبعا في الشهر في الظروف اللي احنا فيها دي. وطبعا الامر ما استغناش الا غضب لي على المسقعه. كان عندي كده شويه بانيه كده متبل في التلاجة، قمت جايه ايه مطلعاه كده، شويته كده يعني ايه بسيط كده في نقطتين زيت، حطيته كده كطبق يعني جنب المسقعه. بس صراحه المسقعه والبتنجان والكوسه اتنسفوا اكتر من البانيه مع السلطات الحلوه. حضرت بقى السلطه بتاعتي، طبعا ايه طماطم وخضره، ولقيت بقى كده عندي خيار وجزر، قمت مزودة على السلطة، عاملة سلطة نوعين، سلطة بخضرة وسلطة بخيار، في اللي بيحب بالخيار وفي اللي بيحب بالخضرة، ما انا لازم ارضي جميع الاطراف. وده كان شكل المسقعة بقى واحنا بناكلوها بألف هنا وشفا على قلوبنا. ده كان الفيديو بتاعي، يا ريت يكون عجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك.